يعتبر لغز المنطقة 51 من أكتر الألغاز الغامضة لحد وقتنا الحالي. المنطقة 51 هي منطقة موجودة في صحراء بالولايات المتحدة الأمريكية، مكان مش أي حد يروح فيه، أو بمعنى أصح ما حدش عنده الشجاعة الكاملة إنه يخاطر ويروح هناك. والمنطقة دي موجودة بالظبط في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة. في مؤامرات كتير على المكان ده إنه موجود فيه كائنات فضائية، وكتير من الناس اللي مؤمنين بنظرية المؤامرة شايفين ومتأكدين إن أمريكا على اتصال بالكائنات الفضائية من خلال المنطقة دي عن طريق معاهدة اسمها جريادا، وبيستفيدوا من التكنولوجيا المتقدمة من خلال الكائنات الفضائية دي. لكن فيليب شنايدر ابتدى يوضح الحقيقة ويبتدي يوضحها للناس أن أمريكا وبعض الدول تعاملت مع هذه الكائنات، بل وحصل اتفاقيات. الاتفاقيات دي تضمن في البداية التفوق التكنولوجي لعدد من الدول، والمهيمن بكل تأكيد هو أمريكا، فعشان كده هم هيساعدوا أمريكا تماما من خلال إن هم يديهم التكنولوجيا. في أسرار كتير هنعرفها مع بعض عن المنطقة 51، بس قبل بداية الفيديو حابب أعرفكم بنفسي. أنا عرب، موجود معاكم على جميع منصات السوشيال ميديا، وبقدم فيديوهات عن الغموض والإثارة والتشويق. فلو أنت لسه جديد في القناة انزل اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو عشان تتابع الحلقات أول بأول. والناس اتقسمت لجزئين، ناس بتقول ان امريكا على تواصل مع كائنات فضائيه، وناس بتقول انهم بيعملوا ابحاث واختبارات وتجارب على بشر. وللعلم المنطقه دي محظوره تماما، وممنوع لاي شخص مش مصرح ليه انه يدخل او يحاول يقرب منه، لانها بيتم عليها مشاريع كبيره وسريه زي ابيجر وام كي الترا وغيرهم من المشاريع، ودول طبعا هيكون ليهم فيديو خاص بيه. السؤال هنا، ايه اللي موجود جوه المنطقه 51؟ من سنين كتير عدت كانت المنطقة 51 محاطة بالأساطير اللي رابطت تفسيرها بإن في كائنات فضائية وإن في أطباق طايرة في المنطقة. ومكان المنطقة بالظبط في بحيرة جروم في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا، والموظفين اللي شغالين في المنطقة هناك كل يوم يسافروا لها بالطيارة. والمنطقة دي محمية على مدار ال 24 ساعة، ونشأت المنطقة دي في خلال الحرب العالمية الثانية. وفي كلام بيتقال إن المنطقة نشأت في الوقت ده عشان يتعمل تجارب على الأسلحة وتكون بعيدة عن البشر. وفي سنة 1955 تم افتتاح المنطقة باسم معسكر نيفادا للاختبار والتدريب، ما اعترفتش بيها وكالة المخابرات المركزية رسميا لحد سنة 2013، وساعتها اللي كان ماسك منصب رئيس الولايات المتحدة هو اوباما من 2009 لحد 2017، وده كان اول رئيس امريكي يذكر على العلن المنطقة 51. When I wanted to know, I called Shirley MacLaine. I think I just became the first president to ever publicly mention Area 51. المخابرات المركزية طلعت ووضحت وقالت ان المنطقة دي معمولة عشان اختبارات وتدريبات الجيش الامريكي. Evidence that we may not be alone. But I'm not telling you. But we have had people saying that they've seen things. I'm not a believer, but you know, I guess anything's possible. مع الرغم من كل المؤامرات والتصريحات دي الا ان المعلومات عنها قليله ونادره جدا، وتقريبا في حوالي 1500 موظف شغالين فيها. المنطقه 51 وعلاقتها بالكائنات الفضائيه، وزي ما قلنا قبل كده ان اللغز بتاعها محدش عرفه لحد دلوقتي، بس على حسب الاخبار المنتشره ان موجود فيها قاعده عسكريه كبيره و7 مهابط للطيارات الهليكوبتر، وان الطيران فوق المنطقه دي بالذات معذور تماما للي مش مصرح ليه. السريه التامه اللي بتحوط المنطقه 51 زودت من غموضها وكمان من نظريات المؤامره عليه. ومن اشهر نظريات المؤامره على ان في سفينه فضاء كبيره من كوكب تاني، وكمان بجثث الطيارين بتوعها بعد ما اتحطمت في نيو مكسيكو في سنه 1947. وكمان على مر السنين اللي فاتت ناس بتقول انهم اتمكنوا انهم يشوفوا اجسام غريبه طايره مجهوله المصدر جنب المنطقه 51، وعشان يكذبوا نظريات المؤامره اللي اتقالت عليهم طلعوا وقالوا ان اللي الناس شافوه كان اختبار من ضمن الاختبارات للطيارات الموجوده في المنطقه العسكريه هناك. لكن المؤمنين بنظريه المؤامره مؤمنين جدا ان في كائنات فضائيه جوه المنطقه دي، خاصه بعد حادثه روزيل الشهيره اللي عملت جدل كبير، ودي طبعا هيكون لها فيديو برضه لوحدها. ودي كلها كانت نظريات المؤامره على المنطقه 51. قولوا لي انتم كمان ايه نظريتكم تجاه المنطقه دي، مستني اجابتكم كلكم في الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ولو في اي قصه او موضوع حابين ان انا اتكلم فيه هسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي في الديسكربشن تحت الفيديو، واستنوني في حلقات تانيه كتير. سلام.